بسم الله الرحمن الرحيم. نادي الزمالك، اخبار نادي الزمالك كواليس نادي الزمالك. القائمه الافريقيه اتعملت 35 لعيب، من ضمنهم الرباعي الجديد: عمر فرج الفلسطيني، محمود بنتايج، ميتشيلاك، سيدي نضاي. اتأيدوا كلهم الاربعه دول، مفيش لعيبه جديده خلاص. دي اخر لعيبه عندنا، اخر اللعيبه. مفيش بقى مدافع، الراجل كان طالب مدافع، مفيش مدافعين. الزمالك ما قدرش ان هو يتعاقد مع مدافع في الفتره الاخيره، ولا احمد حسام ولا محمد اسماعيل ولا بكام ولا غيره ولا غيره. يمكن الموقف الغريب اللي كل الجماهير بتتكلم عليه، ايه اللي حصل مع نادي زد؟ ان انت اديتهم ماجد هاني واديتهم حمدي علاء، اتنين لعيبه صغيرين 23 سنه، كانوا بيوعروا الانديه تانية. مستقبل نادي الزمالك. انت بعت نهائي، ما خلاص ما بقوش ملكك. وبعتهم بكام؟ ب 12 مليون جنيه، يعني كل واحد 6 مليون جنيه. يا اخي ده في معلومه انا قريتها، زميلنا سنتياجو بيقول ان ماجد هاني كان مطلوب السنه اللي فاتت من الكابتن حسين السيد. زد كان طالبه ب 15 مليون جنيه واترفض. طب ماشي، انت مش عايزه، مفهوم، مالهمش مكان. طب اعمل ايه؟ اعاره. اعملهم اعاره، اعملهم بيع نهائي ليه؟ انت معظم اللعيبه عندك اعارات هتمشي. ده محمد حمدي اللي جبته من ام بي جايبه ب 3 مليون جنيه اعاره، زياد كمال جايبه اعاره، ميتشيلاك جايبه اعاره. كل اللي عندك اعارات، واعاراته هتخلص وهتمشي. يا اما تشتري بقى بمبالغ كبيره، يجي حمدي علاء بقى ويجي ماجد هاني يتالقوا، واروح اشتريهم بقى ب 40 و50 و60 مليون جنيه وما اعرفش اجيبهم. ده مش اعاره، ده عار. عار ومش اعاره. انت بعت فرطت في اتنين لعيبه صغيرين. انت عندك لعيبه كبيره في السن هتمشي. عندك شيكابالا، وعندك عبد الله السعيد، وعندك في لعيبه هتمشي. يعني انا مستعجل ليه؟ انا افرط في اتنين لعيبه ليه؟ يعني مين صاحب القرار؟ مين صاحب القرار؟ انا بجامل زد ليه؟ طب ما اشوف نادي تاني. اذا كان زد اصلا ما رضيش يبيع لي لعيبه، محتاج فلوس، اخد اي فلوس. طب ما انا بقى استغل، يبقى عندي تسويق صح، عندي اداره صح، اطلب مبالغ كبيره. ده هو كان طالب منك في محمد اسماعيل، شوف كان طالب منك قد ايه بيع نهائي؟ كان طالب 600 الف دولار، يعني حوالي 30 35 مليون جنيه. وانت بتبعت له لعيب خط وسط، يعني حمدي علاء ده بديل دونجا، وماجد هاني لعيب خط وسط كويس جدا. بعتهم بملاليم. ده في سوق العصر. ده عار مش عاره دي. انا ليه افرط فيهم يعني؟ مش عايزهم اعيرهم، هيرجعوا لي تاني. انت عملت كده مع اسامه فيصل، مشيته. ولا احمد عيد اللي مشي ببلاش. لحد دلوقتي عايزين نعرف احمد عيد مشي ببلاش ازاي، راح لمصر ازاي، وكان من حق نادي الزمالك. بقى الاتحاد الكوره حكم لنادي الزمالك ازاي لحد دلوقتي؟ كان موقوف. يعني اللي بيحصل ده حاجه غريبه. للاسف محدش بيطلع يوضح لنا ويقول لنا ايه اللي بيحصل. محدش بيطلع يوضح ولا يقول ايه اللي بيحصل. شيلاك ما هيمشي، زياد كمال هيمشي، محمد حمدي هيمشي. يعني قصه غريبه جدا يعني. انت عندك السوبر الافريقي خلاص، هي المجموعه اللي موجوده دلوقتي. عندك الاربعه الجداد دول: محمود بنتاج، مش عارفين محمود بنتاج ده مستواه ايه. يعني في كلام بيتقال ان هو مش عنده اصابه مزمنه، مستواه مش جامد قوي. ميتشيلاك ده ما نعرفش اخباره ايه، انا مش متفائل بيه بصراحه. يعني نادي احد السعودي يتنازل عنه كده بيع او اعاره مجانيه، بل ان رئيس النادي يطلع ويقول انه هيتحمل جزء من الراتب بتاعه. الزمالك يدفع 600 الف دولار، والتاني بقى يدفع له بكام مليون دولار باين او كده. فخلاص الساعه 12 عدت، هي مفيش جديد. مفيش جديد. الراجل بقى ازاي ان هو هيقدر ان هو يعمل توليفه كويسه لماتش السوبر الافريقي؟ وده اللي يهمنا، ماتش السوبر الافريقي. عندك في الكونفدراليه عادي، يعني الشرطه الكيني فريق متواضع، مش قوي. لاعب البن الاثيوبي عادل معاه 0-0 وفاز عليه 1-0. يعني واصل بطلوع الروح، يعني 1-0 مش. وانت اقوى كزمالك اقوى. ماتش طبعا يوم السبت، هيتلعب الساعه 3 العصر، بقى الرطوبه والحراره وبتاع. رحنا كينيا وشفنا كينيا قبل كده والحراره هناك. والماتش العوده يوم 20، هتلعب بقى بالقوه الضربه.
عندك القوة الضاربة اللي موجودة دلوقتي، كل اللعيبة موجودة. ده محمد صبحي حراسة المرمى، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، عاطف، محمد شحاتة، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، مصطفى شلبي، احمد سيد زيزو، سيف الجزيري، وفي ناصر منسي، وفي سامسون اكينولا، وفي شيكابالا، مجموعة كبيرة يعني. هتقدر انت تختار اللعيبة اللي انت عايزها فيه. ربنا يوفق نادي الزمالك يعني. ماتش السوبر املنا كبير، املنا في ماتش السوبر كبير. املنا ان الزمالك يقدر ان هو يحقق نتيجه. ده ماتش بختك يا ابو بخيت يعني. ممكن تخطف الماتش ده رغم كل الظروف اللي موجوده دي، ورغم الناس كلها طبعا قلقانه عشان الصفقات برضك مش بالقوه اللي الناس كانت متوقعاها. فممكن يعني ممكن ربنا يوفق وتفوز بالسوبر الافريقي والناس تفرح. وده المهم يعني، انت تفوز على النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا عمل تدعيمات جامده جدا وكده، ولكن ممكن الزمالك سهل قوي ان هو يحقق الفوز. يفوز ليه يعني؟ يعني برضك عندك لعيبه خبرات كبيره ولعيبه موجوده مع بعضها السنه اللي فاتت. احمد سيد زيزو جاهز موجود، مصطفى شلبي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. طبعا هيغيب طبعا الونش لسه مش جاهز. يعني سامسون اكينولا، ناصر منسي، عمر جابر. يعني مجموعه برضك يعني تقدر تشيل يعني مجموعه تقدر تشيل وتقدر ان هي تحقق نتيجه. ممكن تفوز. ده ماتش يعني، ماتش هيخلص ضربات جزاء على طول يعني. الدنيا ممكن توصل ضربات الجزاء. توقع مثلا تعادل 0-0 ضربات الجزاء وهي ضربات الحظ يعني. ربنا يوفق. لكن السؤال بيطرح نفسه، حد يطلع يجاوب قلنا عليه يعني. حمدي ماجد هاني زي ما سنتياجو بيقول، هو بيقول انه شاهد على الموضوع دوت، ان كان مطلوب فيه 15 مليون جنيه لوحده بس. 15 مليون جنيه دلوقتي اتباع ب 6 مليون جنيه وبيع نهائي. طب انت مش عارف ايه يعني ايه يجبرك انك تبيع نهائي؟ ما كل الانديه بتعير. هو انت ما رحت تجيب محمد حمدي الراجل وانت عايز تشتريه قال لك لا باعاره؟ يعني ايمن الشريعي شاطر، احنا ما عندناش حد شاطر. زياد كمال قال لك اعاره، مش لاك اعاره. فربنا يستر ان شاء الله يعني. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى التوفيق لفريق نادي الزمالك. ربنا يعني يهمنا الجماهير تفرح وماتش السوبر، وربنا يوفقهم في ماتش الشرطه الكيني. يعني فريق متواضع يعني، فاز على بول اسيوب 1-0، وكان ماتش مباراه الذهاب كانت انتهت بتعادل 0-0. يعني فريق مش جامد يعني. امنياتنا لنادي الزمالك بالتوفيق.